عدنا إليكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة زي ما تيجي. والنهاردة معاكم منذ عبده. وقبل ما نبدأ الحلقة يعني لايك، كومنت، سبسكرايب أو فولو لو أنت مش عامل سبسكرايب أو فولو. وبس كده. قول لنا السؤال يا عم عبده. ايه المصدر الموثوق اللي ممكن الانسان ياخد حكمه على نفسه منه؟ بمعنى انا ممكن اكون بحكم على نفسي شخصيا، انا كعبد الرحمن مثلا انا ببقى شايف نفسي بتعامل ازاي او كده، ولكن مثلا عبد الرحمن بينسى كتير. عبد الرحمن بيبقى مش عارف كل الحاجات الصح، او بيبقى بالنسبه له مفهوم الصح والغلط ممكن يكون مختلف تماما عن مفهوم الصح والغلط بالنسبة لمنزو. فهل الإنسان بقى بياخد الحكم المناسب أو الحكم الصحيح، نكون أدق يعني، على نفسه؟ هل من نفسه بيحكم على نفسه بنفسه ياخد الحكم ده خلاص مسلمات، ولا من التعامل مع الناس والفيدباك بتاع الناس القريبين منه؟ مش بتكلم عن كل الناس طبعا، يعني بتكلم عن الناس القريبين منه اللي في تعامل ما بينهم وما بين بعض، سواء بقى صحاب كلام بدون حدود في أي حاجة، أو سواء أهل طبعا كلام بحدود معينة ولكن هم الناس اللي بنتعامل معاهم على طول. انا ممكن اقسم الموضوع ده لعده كاتيجوريز. في الاول عندك حكمك على نفسك، ده حاجه. حكم الناس القريبين منك ده حاجه، وحكم الناس البعاد عنك دي حاجه. لا، واحنا فكك من حكم الناس البعاد هم يعني مش مهم. ماشي، ممكن كده. انا ما عندي، انا بكلمك كتوتال النظرات العامه اللي انت ممكن تاخد فيدباك على نفسك منه. انت ممكن محدش يعني يقول لك دايركت انا شايفك كذا، بس انت تحسها. وحكم اهلك دي حاجه رابعه، تمام. فكره ان حكم الناس القريبه منك ده يفرق لك، ده معتمد على شيء مهم فشخ. هو انت بتثق في الناس دي قد ايه، ومعتمد فشخ على حالتك النفسية وقتها. يعني بمعنى. انا مثلا، بمعنى انا مثلا لو انت زعلان من موضوع، تمام، ايا كان الموضوع، والموضوع فعلا مؤثر عليك، وجيت تكلمني، فانا ايه، انا كصاحب كويس، انا هحاول اهديك، هحاول اديك حلول، هحاول اقول لك ان انت شخص كويس، وان انت عملت لا لا عملت لا لا، وعملت. ما بتكلمش عن انك تبيني كويس، انا بتكلم لا عن، لا، مش كده، ما اسمهاش عارف اخر. صاحبك اللي عايز مصلحتك، اللي لما يشوفك ان انت حول هيقول لك ان انت حول، لو يشوفك ان طيب انت ماشي، كويس ده هيقول ده لك ان ده انت ده كويس. ده, ده بعمله معاك، ده بعمله معاك انت شخصيا كتير. انا ده اللي انا قصدي عليه بقى. ساعات انت بتتقبل ده وببقى عارف انك متقبل ده، وساعات انت حالتك النفسيه مش بتخليك تتقبل ده، مش عشان انت مش انا عايز تتقبله، عشان انت حالتك النفسيه موصلاك ان انت شايف نفسك في مكانه معينه مش هتطلع منها غير لما انت تشد نفسك وتطلع منها. لا لا، انا بتكلم يعني لو اتكلم عن نفسي انا مثلا، فلا هاخد الكلام عادي جدا، ويعني قشطه ما عنديش مشكله، واقيس ان هو صح ولا غلط بغض النظر عن حالتي. يعني انا حالتي النفسيه مثلا مش هتاثر على الكلام. انا عمري ما كنت شخص اللي كلام الناس هيأثر فيه، تمام. باخد الكلام المفيد ليا، اللي هينفعني، واحد شايف عيوبي واحد اتنين تلاتة، بس ده في حالة ان هو قريب مني، في حالة ان انا واثق فيه. هو شايف ان عيوبي واحد اتنين تلاتة، والله انا شايف العيوب دي هل هي عيوب فعلا؟ تمام، معاك حق، انا هشتغل عليها كده كده، مش حابب احاول اشتغل عليها. شايف ان العيوب دي والله لا مش عيوب، بالعكس انا شايفها حاجة كويسة ليا، فخلاص نصيحتك تقدر وكل حاجة. بس يعني هو اختلاف وجهات نظر. فانا بتكلم بقى على زون ما انا مش بتكلم حاليا في فكره نصايح. انا لما اشوفك واقع في حفره، او لما اشوفك مضطرب تجاه نفسك، انا هفوقك. ايوه أيوة. انا هقول لك انك كويس لان في حاجات انت عملتها تبين انك كويس، مش لاني بجبي عليك وبقول لك انك كويس. بالظبط. لما تيجي تشتكي لي من مستواك التعليمي، فانا هقول لك يا عبدو انت جايب 97% وداخل هندسة بمجهودك ومأدي. انت ايوه. ممكن يكون عندك سقطة نفسية، لكن مم. ده لا يدل على انك وحش بشكل عام. دي حقيقة. ده الفرق ما بين النصيحة، ما بين ان انا بفوقك وبفكرك انت مين، لكن نظرتك لنفسك هي اوسخ عدو ليك. ليه بقى؟ انت ساعات من لا شيء بتشوف نفسك اعظم انسان في الدنيا، وساعات من اقل شيء بتشوف نفسك وسخ، بتشوف بالظبط نفسك لا شيء. زي ما كنت بقول لك من شويه، نظرتك التعليميه مثلا لنفسك، مع انها ممكن تكون حاجه لا تستحق في وقت ما، او لا تستحق انك تقلل من نفسك كليا بسببها. يعني هي ممكن تكون هي بس فكرة حلقه اصل ضعيفه بص، في حياتك انا ظهرت مره واحده. لا يعني بص، انا مثلا كشخص كعبد الرحمن ما بحبش اقعد اقول ايه، اعمل زي مجدي عبد الغني واقعد اقول ده انا جبت جون في كاس العالم وافضل عايش على الجون ده طول عمري. انا شايف والله مستواي التعليمي ده حاجه بتتاثر، بس ده معناه ان انت طالما وصلت الليفل عالي فشخ في وقت ما، ان انت عندك فانت تقدر بوتنشال. توصل. انت عندك بالظبط. بوتنشال، عندك بوتنشال. بس ده ما ينكرش ان انت ممكن يكون مستواك متدني فعلا دلوقتي. طب ما انا ما بختلفش معاك في ده، بس بس فانا الفكره لما اقول مثلا الفكره انا انك حاسس ان انا مش كويس،
انا مش حاسس، انا حاسس فعلا انا مش كويس، عندي نتائج، عندي قصدي ادله. طيب انا عمري ما خناقتي ما كانت معاك ان انت اداك كويس وانت بتنكر ان اداك كويس. انا مشاكلي معاك انك ساعات بتشوف نفسك مش بوتنشال، ودي المشكله الكبيره. دي المشكله ان احنا بنقعد نجادل فيها كل فتره قريبه مش بعيده. اذا كان انت وانا او انا وانت، هي بتتعكس وحاجات مختلفه. الفكره ان انت عارف انك بوتنشال شخص كويس بادله، مش بكلامي او مش بكلام حد، او انا نفس بالظبط اه. الكلام. انا مش بتكلم عليك كعبد بشكل شخصي. ايوه ايوه انا فاهم. عكس ناس بنت حبة تانية، لا شيء، انت لا شيء، بس انت شايف نفسك حاجة وخليت بتوهم الناس نفسي. تصدق. بالظبط، انت وهمت نفسك انك حاجة بس انت مش حاجة. ما هو انا بقى النقطه اللي بتكلم فيها، أنا الناس مثلا انا بوهم نفسي، بقعد ازن على نفسي مثلا، او اقعد اعمل هاله حواليا ان انا شخص جامد، وان انا شخص دحيح، وان انا شخص شاطر، وان انا شخص جامد ومقطع السمكه وديلها. وانا انا لو جيت بصيت على الادله مثلا هلاقي نفسي ان انا مشيت معايا مثلا بالحظ، او انا مثلا في مجال عبيط. فاهم؟ فاهم؟ انا بوهم نفسي وبصدق نفسي. هحكم على نفسي ازاي؟ بالوهم اللي انا وهمت نفسي بيه. هنا بقى ساعتها لما يجي مثلا فلان قريب مني تعامل معايا كتير، عاشرني، يقول لي والله يا باشا انت عندك العيب الفلاني ده، وانت اصلا واهم نفسك بالحوار ده. هو مش مستني من اصلا، هو مش مستني منك حاجه. هو مش مستني، هو مش هيستفاد حاجه لما يقول لك كده. هو مش عايز يحطم من نفسيتك، هو بقى شخص كويس معاك بيحبك مثلا، وعايزك تكون كويس، فيقول لك كده طب تقول له لا ده انا جامد. انا انت ممكن وقعت سؤال؟ ثقتي في نفسي ايه. انت بتتكلم عن نفسك ولا بتتكلم في العموم لا دلوقتي؟ انا بتكلم في العموم، ما بتكلمش عن نفسي انا. حلو حلو، عشان لما ارد ابقى ارد في العموم، ما اكونش برد عليك انا في بتكلم الخاص. في العموم، ما بتكلمش ماشي دلوقتي ماشي، عن كمل نفسي. كمل انا كمل. دي نماذج شخصيات انا قابلتها فعلا. ماشي. طيب. وممكن اكون يعني ممكن اكون في مرحله ما من حياتي لا تتعدى مثلا الشهرين ثلاثه، كنت كده مثلا في فتره ما بعيده جدا يعني، زمان مثلا وانا صغير ولا حاجه. ايوه بس ايوه، انا ما بقول لك بقى كلنا لا ده كلنا ناس. كنا كلنا كنا بنرسم ذات وهميه لانفسنا عشان نحس ان احنا جامدين اه ونبين ان احنا جامدين فشخ، وما فيش مننا، ما فيش حد ما عملهاش. ما حدش ما عملهاش اه، بس بس تفرق بقى انت عملتها وانت عبيط وانت بالظبط. مراهق، ولا انت عملتها وانت راجل عاقل كبير يعني شاب. او عملتها وما قدرتش تخرج منها، ودي المشكله. اه ما دي دي الازمه. المشكله. انت احنا عملتها هقول لك. وما عرفتش تخرج منها، ووقعت مليون مرة عشان دي انت ده البوتنشال بتاعك ما يوصلش لحد كده، عارف وبتقعد عارف تقنع ده نفسك بالظبط. للمرة اللي هي دي. ده بالظبط نفس الكونسبت اللي بيكذب الكذبه وبيصدقها. ايوه ما هو ده اللي انا بتكلم. انا دلوقتي طيب. بتكلم عن نفسي، او مثلا مم. مش عن نفسي انا بتكلم يعني عن يا بقية باشا كلام عن الناس. نفسك، عشان لما اجي اه اتكلم لا 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 همسح لا ما تاريخ الشخص اللي بيعمل كده. لا ما بتكلمش عن نفسي، انا بقول مثلا انا كبني ادم يعني، انا بتكلم اهو. كنت بطرح السؤال انا بقى كشخص بيوهم نفسه، شخص عامل هالة وبيصدق نفسه وكل الكلام العبيط ده، وهو فعلا مش كده بشهادة آلاف الناس، بشهادة بالدلائل الوقائع الملموسة، كل الكلام ده لا عكس كده. الناس مش عايزة منك حاجة وبتقول لك كده عشان هي شايفة ان كده، طالما انا قلت لك على عيب فيك فانا بحاول الفت نظرك ليه. تمام؟ فانا دلوقتي هقول ايه؟ كنت ام كلام الناس دول، وانت كلامك في الزبالة، انا شخص جامد، كنت عايز توقعني يا ابن انا شخص جامد. فانا دلوقتي ايه؟ انا واهم نفسي وبحكم على نفسي، اصدق حكم نفسي ولا اصدق كلام الناس اللي انا بقول عليهم ولاد؟ ماشي يا عبد، انا هجاوبك بحاجه واحده بس. احنا هتكلم عليا انا وانت كاصحاب، كم شخص في حياتنا قابلناه بنفس اللي انت بتقوله ده؟ يعني قابلنا، مش مهم نقول كم كتير، واحد، احنا يعني قابلنا. قابلنا ناس كتير طيب قوي. خلينا نتكلم في نقطة اللي هي ايه، الشخص اللي بيرسم لنفسه هالة، هو شخص عنده بشكل ما او بآخر نقص. نقص في حتة معينة. بالظبط زي بالظبط. ما انت قلت فعلا، انا قبل ما اقول انت قلتها. عنده ايوه. نقص، عارف، زي بالظبط. انت في هندسة، انت مهندس، انت راجل مهندس حلو. انا عمري ما شفتك بتتباهى بحوار انك مهندس ده وبتقوله غير لما بنيجي نترول. كارنيه تمام. نقابه. بالظبط. لما بنيجي نترول. اه. انا شخص، انا مبرمج. جملة مهندس دي بتعصبني لأنها مش لا كليتي ولا كاريري ولا أنا مهتم باللقب. مم. بس أنا عندي مشكلة كبيرة فشخ مع اللي داخل كلية واللي بيموت نفسه في كلية واللي بيموت نفسه على النت لمجرد إن يتقال له يا أو يقول باشمهندس. أنا مهندس. السباك اللي بيجي لي بقول له الله ينور يا هندسة، والله اه العظيم يا ابني، دي والله حقيقة. العظيم أعقل. يا حبيبي انا هقول لك، المدرسه اللي انا كنت فيها دي اقسم بالله كانت لما اشكال مش زباله، مش أيوه طلبه، أيوه. لا الطلبه كانوا زي الفل وعسل يعني، ولو في ولاد متنكه برضه منهم، بس يعني كلهم حبايبي وزي الفل يعني. وطبعا ولاد المتنكه دول مش من دفعتي، دفعتي في القلب.
بس بتكلم على على ناس بقى مش طلبة، يعني مش هقعد احدد بقى عشان ما نروحش 60 ده. المهم يا فاهم اسطى، فاهم. الناس دي اقسم بالله من كليات تحت بير السلم، واشكال بنتي ميتك، اشكال اقسم بالله ضله. ويتقال لهم مم. يا باشمهندس، ويقعد يتكلم الباشمهندس او المهندس الاستاذ مش عارف ايوه، ايه. ما هو ده آه. نفس تكنيك ده نفس تكنيك العيال اللي في علوم زي، واللي في حاسبات، واللي في مش عارف في اداب مساحه، اه. واللي ينكش بقى كله ما. اي يا عم، انا بتكلم عن نفسي. انا بشوف اللي بيقول على نفسه باش مهندس وهو في كليه مش كليه هندسه عبيط. لو بيقولها بشكل عام اللي هو ده لقبي اللي هو انا مهندس ماشي يا عم، بس انت بتقولها عشان انت عايز تقولها عشان تبين انك مهندس. انت عندك نقص ولازم تتعالج. دي حقيقة اه انت لو والله. رابط نفسك لو رابط نفسك باسم غير اسمك، انا يوسف المنزلاوي، انا مش مهندس. بالظبط انت يعني. اعمل نفسك. انت لو ما بقتش نفسك عمرك ما هتبقى سباك، حتى مع احترامي للسباكين والله اجدع ناس في الدنيا. احسن ما ناس عدا بيعملوا الراجل فلوس والله العظيم. ما عدا الراجل اللي جه عمل لي الحوض، لان الحوض تاني مره يتسد والله العظيم. وعايش حياه بنت. بكلمك بامانه دلوقتي بقى. بكلمك فاهمك. بامانه، انا تعبان برضه. انا عندي مشاكل مع الناس اللي بترسم لنفسها هاله ويعيشوا عليها. انا نفسي كنت بعمل كده. كلنا انا والله يا اسطى انا نفسي كنت بوهم نفسي اني جامد ومفيش مني اتنين، والبنات مقطعه نفسها عليا. انا كنت بوهم نفسي كده وانا عيل صغير، ايوه. ساعات بعمل كده وانا عيل كبير عادي. ما لا عنديش مش مشكله، ما مش عنديش ما, عن... ما عنديش مشكله، ان انا في بيبقى فتره مود، ما بيبقى مود معين. بيكون عندي اضطراب هويه، مش مود حتى، دي حاجه بتحصل، اضطراب هويه. انا عندي فراغ حاليا في نقطه معينه، فاهم؟ انا الفراغ ده بيولد عندي الكبت ده بطلعه بطريقه ما. ايه هي الطريقه؟ صح غلط، هي بتطلع. انا حر، لان انا ما بأثرش لان على بني حد ادم. بيها خلاص كله مش فارق. غير ان انت حر، انت بني ادم. ما انت برضو لو ما طلعتش الكبت ده هتموت. يعني هتموت، مش فاهم؟ لدرجة هيموت يعني، بس ممكن يموت مبسوط. مش فكره. ما هو الكبت ده بيولد حاجات ممكن تخليك تموت، فاهم؟ الكبت بيولد ضغط، الكبت بيولد مش عارف ايه. هي حاجات، فاهم؟ لو لما مثلا يكون متراكم عليك تراكمات تراكمات تراكمات، فمره واحده تروح تكشف تلاقي عندك مصيبه، فاهم؟ اه دي دي حقيقة. الفكره. فهو الفكره في حوار الاشخاص اللي بتعيش حياه مش حياتها، او بتعمل كده. فانت انت وعلى رسمت. فكرة يعني مش شرط ان هو يكون مش شرط ان هو يكون شخص عنده نقص في كل حاجة، او عنده، أو هو سيء في كل حاجة مثلا، او هو بيوهم نفسه ان هو هو جامد. شخص هو انت شخص ممكن ما يكون لقاش عندك حتة كويسة، والله انا كويس دراسيا بس انا اجتماعيا عبيط. يا والله عارف انا عارف انا برضو ممكن الاشخاص دي ممكن تتصنف كاتيجوريز بشكل ما. ما بالظبط انا بقول لك انا مثلا يعني شخص ممكن كويس دراسيا، بس انا انا مريض نفسي. بقول ممكن نصنفهم كاتيجوريز، تمام؟ فلو شخص مثلا كان جامد فشخ مفيش منه اتنين، تمام؟ بس مرة واحدة حصل له دروب او بعد عن المكان اللي كان شاف فيه جامد بيك. اه ايوه دي الفكرة فساعتها هيبدأ يرسم ذات وهمية للشخص القديم ده، ويقعد يضحك بيها على الناس ويعيش بالظبط. بيها، عشان بس هو عايز الشعور القديم بتاعنا. كنت جامد قوي زمان، ايوه عارف دي اللي حقيقة. هو ميدو. انا كنت فاكر اه نفسي اه فاجر، اه فاهم؟ ايوه. هي الفكرة في كده. وفي الحالة دي انا ساعتها هشفق عليه، يعني ساعتها هبقى عايزه يرجع. هبقى متفهمه يعني. عارف لعيبة الكورة بتبقى حلوة فشخ ومرة واحدة تختفي. ما ايوه، ما بقول لك اللعيبه اللي هي بتبقى رونالدينيو لما عندها اتسجن مثلا، فاهم؟ برايم مثلا سنتين ثلاثه بيفضل عايش عليهم طول حياته. بالظبط، ف... مجدي عبد الغني بالجون اللي جابه في كاس العالم. ما هو ده ايوه ده التشبيه اللي انا كنت بقوله. ما هو بالظبط، أنا ف... افتكرت عشان كده. فساعتها الكاتيجوريز مثلا انا اللي كنت قصدي ان انا اقوله، ان انا مش معنى ان انا مثلا شخص سيء في حاجه ان انا اكون سيء في كل حاجه. والله ممكن تكون انت شايف الشخص ده قدوه ليك مثلا في دراسيا، والله على عيني وعلى راسي باخده قدوه ليا دراسيا مثلا. هو مثلا دراسيا مش احسن حاجة، بس اجتماعيا كويس، بيعرف يتعامل مع الناس، بيعرف يحط حدود، بيعرف يحط الناس في مش عايز اقول مقامات عشان السيد بدوي ما يزعلش مني، بس بيعرف يحط الناس في منازل. انت كده لا تزعل مني. يلا، كنت مستنيها. بس يلا ماشي. الشاهد الشاهد يعني من الموضوع، ان انا اقصد والله انا ممكن اكون كويس دراسيا دروب في حتة تانية، يعني مش ما فيش حد كامل. فانا ماشي. ممكن اكون واهم نفسي بقى ان انا كويس عشان انا مثلا كويس دراسيا وفي الباقي زفت، فبوهم نفسي بقى انا طالما كويس دراسيا انا كويس في كل حاجه وكنت كلكم، مع انك انت مش كويس عارف في يا كل عبدو، حاجه ولا حاجه ايه. الشخص اللي بيوهم نفسه وما بيوهمش الناس انا ممكن احترمه.
لا، ما هو يا باشا هو بيوهم نفسه ليه؟ هو بيوهم نفسه ليه؟ عشان يعرف يصدق الحاجة دي ويصدرها للناس ويخلوا الناس تصدقه. لو جينا نتكلم ان حد مثلا فاقد الثقه في نفسه اغلب الوقت، او مش دايما شايف نفسه ان هو شخص كويس، تمام، بس كل اللي حواليه شايفين ان هو شخص كويس، ان هو شخص جامد، ان هو لا، شخص دي بوتنشال. انعدام ثقة بقى، ده موضوع تاني، ده عكس اللي احنا بنتكلم فيه تمام. وموضوع سيء طبعا يعني، لا مش معنى ان انا شايف. طب في فرق ما هل بين ان انا هل ابقى متواضع وان انا ابقى ما عنديش ثقة في نفسي. مش كده برضو يعني؟ م؟ مش عايز اقول لك ان هو مش مصدق، بس هو بقى فكره. دي تروما مثلا حصلت له مرة، اضطراب نفسي مخليه مثلا مش شايف ان هو كويس، not good enough. فاهم كده يعني؟ فانا مثلا عن نفسي ساعات لما ببقى حاطط هدف اوصل اوصل له بقى، ويعني بعد مجهود طبعا وبعد وقت وبعد طلعان ميتين اللي جابوني، باجي ابص بعدين اقول هو انا كنت حاطط ده هدف، ده ايه العبط ده؟ بحس ان انا عشان احط هدف واسميه هدف يبقى المفروض ان هو ما وصلوش، ودي حاجه غلط. بس يعني حاجه غلط، صح، حاجه غلط، بس يعني ساعات ممكن تشجعني. فبقلل بقى بالانجازات اللي انا انجزتها، مع ان اقسم بالله يعني ممكن انجازات من اللي انا انجزتها مثلا محدش يعرف يعملها. ما ده حقيقي، بس عشان كده في اغلب الوقت لما بتجيلي، انا مش بقعد اقول لك كلام ايجابي، انا بس بقعد بفكرك، اه، فاهم؟ اللي هو بيبقى ريمايندر، بس اللي ما هو هو طب انت بقى بس. بتبقى ما بين انت مش عايز تعيش طول عمرك على ذكريات الماضي، وفي نفس الوقت مش عايز تنكر ذكريات الماضي عشان ما يبقى انت شايف كان نفسك ذكريات بدون الماضي هوية دي هي بقى. اللي هتولد حاضر، فاهم؟ شايف نفسك بدون هوية بقى خالص مثلا. فاهم. يعني احنا استفدنا هنا، احنا بقى عايزين نرجع لنقطة السؤال. نرجع للسؤال بقى. انا كشخص سوي يا عم، انا شخص سوي الحمد لله. ربنا اداني نعمة العقل والضمير وكل الكلام ده، ما مش مريض نفسي ولا حاجة. أه لا، انا بقى بقول تخيل يعني. انا بتكلم تخيل بني ادم عادي. يا عم، فكك بقى من كل ده، بني ادم مش مريض نفسي، مرض الوسواس جنون العظمه. انا كشخص ما عنديش جنون عظمه مثلا. هل استنتج الحكم على نفسي او اعرف انا مين ازاي؟ من كلام الناس او من حكمي انا على نفسي؟ عادة حكمك على نفسك بيكون شيء ظالم فشخ، من ناحيه. يعني أنا من ناحية إنك بتحكم على أساس حاجة معينة، مش على أساس كل حاجة. يعني أنت بتحكم على أساس الحالة اللي أنت عايشها، مش بتشوف الصورة كاملة، فاهم؟ ايوه، ايوه، عمرك ما بتشوف الصورة كاملة، بس انت بتشوف نفسك دلوقتي جامد فانا جامد، بس ساعات بتشوف نفسك مش كويس في حاجة فانت مش كويس في كل حاجة. في الحتة دي بقى انا بفضل ان مرايتي تكون حد قريب مني، اللي هو لما مثلا بكون زعلان في حاجة او واقع في حاجة، فانا هروح لشخص مش عايز، مش مستني منه دعم نفسي، بس انا عايزه يفكرني انا مين، لان انا ناسي انا مين، لان انا ناسي انا عملت ايه، فاهم؟ ايوه. لكن انا نسيت الوقت اللي نفسي هو وما نسكيش. انت اللي بعده. هو معاك حق يعني. هو هقول لك على حاجة، يعني هي نقطة كويسة هي طبعا. كلامي عن نفسي حاجة كويسة، وحكمي على نفسي هتكون حاجة كويسة يعني في الأغلب، أو لو حكمي سيء مثلا. ونقول برضو حاجة كويسة إن أنا آخد حكم الناس عليا، طالما الناس دي ثقة ومش عايزة مني حاجة، عايزة مني أكون كويس. بس في نفس الوقت انت ما غصب عنك صاحبك ده ما بيشوفش كل حاجة منك، ما بيشوفش ما فيش حد بيشوف كل الجوانب منك. مفيش حد بيخش جوه دماغك. بالظبط يعني، ما فيش حد بيشوف انت عبد الرحمن ده بيفكر ازاي، عبد الرحمن عمل ايه بينه وبين نفسه، عبد الرحمن والله وقع فين وقام فين. فاهم؟ فساعتها انت محدش عاش اللي انت عشته، محدش شاف اللي انت عملته، محدش شاف اللي انت بتفكر فيه، محدش عاش التجربة بتاعتك من وجهة من البوينت اوف فيو بتاعتك غيرك. بما انك اكتر واحد عاشر نفسك وشاف وتعامل مع نفسك، فساعتها هيكون ليك افضلية عن الناس التانية، لان الناس التانية ما بتشوفش كل النواحي منك. ولكن في نفس الوقت انا ما ينفعش اتجاهل نظرة الناس اللي بتحبني، نظرة الناس اللي بتعامل معايا يوميا او على مدار وقت كبير مثلا من اليوم. فاهم؟ فشايف ان الاتنين بيكملوا بعض. و ما ده حقيقي، طول عمرك ما هتدي صورة كاملة عن نفسك من حاجة واحدة، يعني لا من رؤيتك لنفسك بس، ولا من رؤية الناس ليك بس، لازم تعمل كومباينيشن ما بين الاتنين، فاهم؟ لازم، وما ينفعش تبني على وجهة نظر واحدة بس، ما بالظبط. ينفعش تبني على وجهة نظرك لنفسك وتكرف الباقي، او ما ينفعش تبني شخصيتك على وجهة نظر الناس. هو عموما اصلا انت لما بتخش في الصراع ده فانت مش بتخش فيه كل يوم،
هو صراع بيجيلك في فترة ما، وانت بس عايز تعديها، تعدي زي ما تعدي بس تعدي. ايوه. في وقتها انت بس محتاج تشوف نفسك بموضوعية. ما تشوفش نفسك كأنك أجمد واحد في الدنيا ولا كأنك أوسخ واحد في الدنيا. أنت محتاج ترتب دماغك وتعمل أناليسس كده الحاجات اللطيفة اللي أنت عملتها. أنا قدمت واحد اتنين تلاتة، كان المردود واحد اتنين تلاتة، أنا عملت كذا وكذا وكذا كويس، أنا عملت كذا وكذا وكذا وحش. ده يدل على شيء، يدل على إني شخص كويس أو شخص وحش، شخص جامد أو شخص ضعيف. ونشوف آراء الناس، هو أروح لحد قريب مني. يعني بفضل ساعتها ان الموضوع ده بيكون موجود مع حد قريب منك، بحيث ان هو ايه برضو أيوة، ما أنا مش بتكلم على آراء كل الناس، أنت مش مستباح برضو يعني، لا فاهم. لا، انا بتكلم على موضوع تقييم نفسي ده. ما انا بقيم نفسي. انت عارف كأنك زمان مثلا لما كنا بنمتحن امتحانات، ساعات كان المدرسين يقولوا لنا ايه، كل واحد ياخد ورقة اللي جنبه ويصحح له. فانت ايه، مم. في الخباثة كده كنا بنعملها، كان كل واحد بيصحح لنفسه. فكنا ايه، بنصحح، لا الإجابة دي غلط، نقوم مصححينها وكاتبين الصح ونقوم مصححينها صح، فاهم؟ فانت المتحكم، محد ما فيش رقيب عليك ده. ما غصب عنك طول ما انت مفيش هتعايز. طول ما انت مفيش رقيب عليك، فانت في صراع. حوار بالظبط. ان مفيش رقيب عليك ده حاجه متعبه اكتر من كون ان في رقيب عليك. كده كده ربنا رقيب علينا، بس الفكره ان ساعات بتنسى. بس لما بالظبط. تكون انت رقيب على نفسك، دي صعبه. انت بتخش ساعتها في حرب نفسيه بنت كلب، فاهم. بس عشان كده عشان نرجع للسؤال، ازاي اقدر احكم مع نفسي في فتره ما، فهو على عده عوامل. اهمها رؤيتك لنفسك تكون موزونه، مش مجرد رؤيه لا سطحية يعني، لا رؤية اللي هي ما هو يس بتبان. اقول لك على حاجه، وانا والله لو انا متربي تربيه مش موزونه وطالع من بيئه بنت بالمعنى اللفظي، بالمعنى المعنوي طبعا مش المعنى الحرفي. آه، اسمه ايه ده، ما هطلع انا عندي مختل، هطلع انا عندي مفاهيم غلط وشايف نفسي جامد بالمفاهيم الغلط دي. فساعتها مش هتعرف تحكم على نفسك، مش تبقى عارف ان ما انت هو غلطان اصلا. بص، كل بني آدم عايش على هذه الكرة الأرضية بمختلف بيئاته، بمختلف البيئات يعني. أنت ليك بيئة وأنا ليا بيئة. على أساس البيئة اللي إحنا عشنا فيها دي عندنا ضوابط وعندنا مبادئ وعندنا معايير تختلف من شخص لآخر. أنا ليا معايير وأنت ليك معايير. أنت ممكن تشوفني وحش بس شايف نفسي حلو. كل واحد معاييره هي اللي بتقيده اللي هو حلو ولا وحش، فاهم. احنا مش هنحكم على البشر. ما احنا لو حكمنا على البشر كلهم، فأي حد بره مصاحب واحدة فهو زي طب ما انت زي يا ابني. دي الفكره. انت ما تقدرش تحكم على كل الناس. انت بتحكم على نفسك على اسس انت بنيتها من زمان، على مبادئ انت حاططها، بالظبط أيوة. فاهمني. لكن مش هنقدر نحكم على كل البشر وكل البني ادمين باختلاف البيئات زي ما انت قلت. دي حقيقة. لو جينا نتكلم من ناحيه دينيه، فهو كلنا المفروض نبقى على بيئه واحده، يعني فاهم. ايه؟ اللي هو اول كلمه نزلت في القران ايه؟ اقرأ. اقرا. فانت عشان تتعلم وعشان تحط لنفسك مبادئ، انت لازم تقرا يعني، فاهم. انت لازم تدور، لازم تشوف ايه الصح وايه الغلط. لو انت ما دورتش فانت المسؤول عن ده. انت اول كلمه نزلت في دينك اقرا، انت ما عملتش بيها خلاص، يبقى انت ابعد بقى كده، ابعد كده كل الرؤى الدينيه، وانت هتشوف انت البيئه بتاعتك بتتكلم ازاي، فهتمشي على البيئه بتاعتك. دي حقيقة. وبس كده. كان معكم منذ عبده، من القناه الاذاعيه التامنه. وبس كده. سلام عليكم.